يا صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا. انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش الفينو بتاع الافران بكل تكاته واسراره زي ما انتم شايفينه كده. لونه وردي جدا ومختمر كويس جدا، حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا، واقتصادي ومكوناته موجوده في كل بيت زي ما انتم شايفين. ينفع للافطار، ينفع لعشاء، ينفع للمدارس للاولاد، جميل جدا. يلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. معايا كيلو دقيق، معايا معلقتين سكر كبار، معايا معلقتين خميرة فورية كبار، معايا معلقتين لبن بودر كبار، معايا معلقتين بيكنج باودر صغيرين، معايا 8 معالق زيت كبار. هنبدأ نخلط المكونات الجافة كلها مع بعض. هنزل باللبن البودرة كده على الدقيق، وبعدين هنزل بالسكر على الدقيق، وهنزل بمعلقتين الخميرة الفورية، وهنزل بمعلقتين البيكنج باودر. هبدأ اخلط المكونات الجافة كلها مع بعض كده لغاية ما تجانسوا خالص زي ما انتم شايفين. وبعدين هبدأ انزل بنص كمية الزيت، واخلي النص التاني عشان لما العجينة. وهننزل عليهم بكوبايتين مية دافية. الدقيق ده ممكن ياخد كوبايتين او كوبايتين الا او كوبايتين وي على حسب الدقيق بتاعك. انا جايبه دي هنا لجميع الاغراض. هقلب كده واشوف هياخد ميه قد ايه مني وهقول لكم. انا بقلب دي اهو، لا محتاج لسه ميه. هنزل ببقيه الكميه، وهنقلب برضو ولو احتاج هنحط تاني. زي ما انتم شايفين انا بقلبه ازاي. في المرحله دي هو كان محتاج ميه، نزلت بربع كوبايه ميه دافيه برضو عليه، ونزلت ببقيه كميه الزيت، وهبدا بقى اعجن كويس. هبدا اعجن من 7 دقايق ل10 دقايق. لو في العجان زي ما بنقول بياخد 5 دقايق بس عجن. هنعجنه كويس لغايه ما يبقى ايه، عجينه لينه معايا. بصوا انا بعجن ازاي. تاخدي من بره لجوه، من بره لجوه، تعجنيه كويس جدا. وبعد ما يتعجن هنشوف العجينه معانا. بصوا كده انا ابتديت الم العجينه، هي كده اتعجنت كويس جدا. قعدت 10 دقايق اعجن فيها زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما اتعجنت زي ما انتم شايفين العجينه تحفه كده، جميله حلوه وطريه بس مش بتلزق. هسيبها تهدى ربع ساعه، هسيب العجينه ترتاح ربع ساعه. بعد ما ترتاح نبدا نشكلها كور مع بعض. بعد ما العجينه ارتاحت كده عشان نعرف نشكلها، عشان الكوره ما ترجعش تمسك تاني. يعني ايه، هتيجي تفردي الكوره هتلاقيها بتلم معاكي، فلما يرتاح العجين بيبقى احسن. هنعمل الكوره 70 جرام. هو بتاع الافران بيبقى اقل من كده، بس احنا عاملينها 70 جرام ليه؟ عشان الرغيف الفينو يقدر ايه، يشبعك. زي ما انت شايفه هتلمي من جميع الجوانب وتعمليه كوره اهو زي ما انت شايفه. ممكن بالوضع ده يبقى كايزر، عايزه تكبري حجم الكوره وتسيبيها يبقى كايزر وتدخليه الفرن عادي خالص. عايزه اقول لكم ان ريحه الخبيز بتبقى في البيت جميله جدا وخير. وكمان انت عامله الفينو اقتصادي وموفر ليكي. الكيلو هيطلع 27 واحده، حلو جدا، بس وزنها طبعا اكتر من وزن الايه، الفرن اللي بره. فجميله واقتصاديه وموفره، وانت عاملاها في البيت بفطار بقى العشاء. ممكن تعمليه وتخزنيه في الفريزر وتطلعيه على اكياس وتطلعي كل ما تعوزي كيس. يعني حلو جدا بصراحه وموفر واقتصادي. رغيف الفينو طبعا بره غالي دلوقتي انتوا عارفين يعني الاسعار كلها، يعني ربنا يرحمنا. وبعد ما عملتهم طلعوا 27 رغيف زي ما انتم شايفين كده كوره. اسيبهم مرتاح 10 دقايق ونبدا نشكلهم مع بعض. جبت الصاج هنا دهنته بزيت، ندعه زيت بسيطه. لو عندك ورق زبده مفيش مشاكل. هنبدا بقى نشكل الايه، الرغيف الفينو ده. الوش بتاعه اللي احنا حاطينه من فوق هنقلبه كده ونخلي الظهر هو اللي من فوق. هنبدا نفرد مع بعض بالنشابه، نعمله ايه، مستطيل كده زي ما انتم شايفين كده. لو العجين لزق في النشابه ممكن تدينيها زيت، لكن ما تحطيش دقيق عشان لما تيجي تقفلي رغيف الفينو يلزق معاكي. لكن الدقيق هيخلي ايه، وانتي بتلزقيه هتخليه ينطر معاكي. خدوا بالكم من التركايه دي بالزيت، تقفلي تدهني بالزيت
هنقفل اول حرف كده زي ما انتم شايفين، نبدأ نعمل رغيف ايه رول معانا كده. سهل جدا. بصي الرول بيتلف معاكي بكل بساطة. هنبدأ بقى نقفل كده، نقفل اول ناحية كده، اول بوز زي ما انتم شايفين كده. تقفليه كويس جدا وتأكدي ان انت مقفلاه كويس جدا، وبعدين تقفلي كده في النص اخر حرف اللي هو ايه قفلنا فيه كده زي ما انتم شايفين. تقفليه كويس جدا، وبعدين نبدأ نعمل البوز التاني، نقفل البوز التاني برضو. تتأكدي ان هو كله اتقفل معاكي عشان ما ينطرش منك في الخمر او في الخبيز. زي ما انت شايفة كده انا بقفل جنب التاني كده. تقفلي كويس جدا، وبعد ما تقفليه هنبدأ نحطه ايه على مكان ما قفلنا ونبدأ نعمله رول. بصوا انا كده قفلته كويس جدا. هنبدأ بقى نعمله رول، هنحطه على المكان اللي احنا قفلناه ونبدأ ايه نفرده لغاية حجم ايه الرغيف اللي انت محتاجاه، والحجم اللي هو بتاع بره زي ما انت شايفة كده اهو. بصوا كده الرغيف بقى كويس جدا معايا. هبدأ احطه في الايه في الصاج. هنحطه على الناحية اللي احنا برضو مقفلينها، نخليها من تحت عشان ما تنطرش مننا في الخبيز. جبنا واحد تاني برضو اللي هو كان على وشه، رحنا قلبينه على ظهره، وده خلينا الظهر من فوق، وقعدنا ايه نلف في قلب الايه الرغيف زي ما قلت لكم كده، ونقفل فيه كويس من جميع الاتجاهات زي ما انتم شايفين. وبعد ما نقفل كده نحط على الناحية اللي احنا قافلين منها، نحطها على الرخامة، ونبدأ ايه نبرم في ايه في قلب الرغيف. عايزه اقول لكم ان احنا نسيب مسافة بين الرغيف والرغيف كبيرة جدا، لان هو بيختمر وبايه بيعلى معانا وبياخد حيز كبير. هو هنا بعد ما اختمر كده زي ما انتم شايفينه يا جماعة، هبدأ بقى ايه اجيب لبن، شوية لبن اصفيهم كويس، وابدأ ادهن بالفرشة كده وبالراحة جدا عشان اللبن ما يهبطش معايا الايه الفينو. الخمر بتاعه ما يهبطش، هيسكع معاكي. وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه، انا عملته قبل كده بصراحه بالبيض، بس هو طلع عالي وهاشش وكل حاجه، بس البيض مش مظبط شكله بصراحه، ما كانش حلو. فاحنا عملناه، انا قلت للمصداقيه اعرفكم النقطه دي، فلازم تعمليه باللبن زي ما انت شايفه. وبتاع الافران برضو بيقولك اعمليه باللبن بالراحة وانتي بتدهنيه. هيخش على درجة، هنولع الأول الفرن على درجة حرارة 200، يكون والع مسبقا ويكون سخن. وبعدين ندخل الصاج يحمر من تحت، وبعدين نولع عليه الشواية يحمر من فوق، يدينا اللون اللي احنا عايزينه. وبعد كده نطلعه من الفرن زي ما انتم شايفين كده. يبقى نولع الفرن على درجة حرارة 200 مسبقا عشان يبقى سخن، وبعدين ندخل عليه الايه الفينو زي ما انتم شايفين كده. انا هنا دخلت الفرن زي ما انتم شايفين. بصوا عالي كمان ازاي، شكله تحفة جدا، عالي ومختمر كويس جدا. وبعد ما يطلع هنشوفه مع بعض. بعد ما طلع الفينو من الفرن زي ما انتم شايفين، جبت فرشة دهنتها زيت بسيط جدا، ودهنت بيها وش الرغيف عشان يبقى بيلمع معايا كده، وغطيته لمدة 5 دقايق لغاية ما برد خالص. وبعد كده بقى بالشكل اللي قدامكم ده، شكله تحفة جدا زي ما انتم شايفين. لازم تسيبيه يبرد، تغطيه بعد ما تدهنيه بزيت وتسيبيه يبرد. بصوا انا بدوس عليه معنى كده وبيرد تاني، معنى كده ان اختماره كان كويس جدا ومظبوط، والواناته واللون الفينو كله واحد زي ما انتم شايفه. كل الالوانات واحده من فوق ومن تحت، الظهر والوش لون واحد زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا، وانت عاملاه في البيت ومش مكلف. وطلع 27 رغيف، وكمان الرغيف مشبع عن الرغيف بتاع الافران زي ما انتم عارفين يعني. وجميل جدا والوانه مختمر كويس جدا. بصوا الهواء اللي فيه، معنى كده ان هو اختماره كان كويس جدا. بصوا انا بضغط عليه وبيرجع ازاي، معنى كده ان اختماره كان كويس جدا. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.